معانا الاستاذ ايهاب عبد الله رئيس نادي العاب دمنهور الرياضي. الاول بنرحب بحضرتك وبنقول لك الف مليون مبروك على صعود نادي دمنهور للدوري الممتاز. يبارك فيك يا اسلام، ومبروك لمحافظه البحيره كلها، ومبروك لاعضاء الجمعيه العموميه والنادي العاب دمنهور يا رب بمناسبه الصعود بعد 25 سنه. عايزين نفتح مع حضرتك بقى ملف نعرف عن اللعيبه الاول كانت احكي لنا كده من بدايه الموسم كان ايه وضعهم وايه النشاطات اللي كانوا عاملينها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن بدانا الموسم ده بشكل مختلف تماما عن المواسم السابقه. قدرنا من خلال في الموسم ده اللي احنا نعتمد على قطاع الناشئين، ودي كانت بالنسبه لنا تعتبر الاولى في تاريخ النادي، ان كانت دايما اعتماد نادي دمنهور بصفته ان نادي دمنهور نادي ليه تاريخه ونادي كبير. كان دايما الاعتماد كله على اللعيبه اللي جايه من الدوري الممتاز او اللعيبه ذو الاسماء الكبيره، والمدربين اللي هم خارج المحافظه او بعض المدربين اللي هم اللي اشتغلوا في الدوري الممتاز. لكن بالفعل السنه دي قدر مجلس الاداره يحط سياسه معينه، وقدرنا من خلالها اللي احنا نقدر النهارده نعتمد على مدرب النهارده دكتور احمد عاشور، مدرب وطني، مدرب من داخل المحافظه، مدرب عضو نادي حاسس بمشاكل النادي، لامس اوجاع الناس في شارع البحراوي، واللي على اساسه اللي نقدر من خلاله قدر النهارده بطريقته وبالطريقه الفنيه ان يختار بعض العناصر الخاصه بقطاع الناشئين، وتوسم فيهم ان النهارده ان يكونوا هم نواه الفريق، ويكون اعتمادهم الرئيسي على اولاد النهارده المحافظه، بجانب ان بعض في تعاقدات الموجوده معايا من السنه اللي فاتت لا يقل وطنيه عن اللعيبه اللي موجوده اولاد البلد، اللي هم كلهم كانوا على قلب راجل واحد، وقدر ان هو يقدر بيهم ان هو يسعد بيهم الدوري الممتاز. بدايه يمكن في اول الدوري يمكن تعرضت انا شخصيا لنقد كبير جدا في الشارع البحراوي، تعرضت من الجماهير بشكل مباشر وشكل كان عنيف على مجلس الاداره، تعرض الجهاز الفني وبرضه لبعض النقد ان كيفيه ازاي نادي دمنهور ازاي يعتمد النهارده على لعيب صغار سن ليس لهم خبره. بس كانت ثقتي وكان تصوري انا والدكتور احمد عاشور والمجلس الاداره ان احنا بنبني فريق يتسم على مرحلتين او على سنتين، اللي يكون يتاهل للموسم اللي جاي يكون ان شاء الله على الصعود. وما كانش في دماغنا خالص موضوع الصعود، احنا كان في دماغنا النهارده اللي انا اعمل فريق النهارده يمثل محافظه البحيره بشكل مناسب بشكل جيد يتناسب مع اسم نادي دمنهور، ويكون المرحله الثانيه البديله اللي هي الصعود الممتاز العام القادم. لا فوجئت بالولاد اجتهدوا والنتائج خصوصا في الدور الثاني مختلفه عن الدور الاول، وفوجئت ان الولاد النهارده بينافسوا النهارده على المقدمه ودخول دوري الترقي اللي على اساسه اللي احنا الحمد لله وصلنا لدوري الترقي. ودي كانت مفاجاه للشعب البحيره كله ان ازاي ولاد الاعمار السنيه كل لا تعدى ال 20 و 19 سنه، وفي لعيبه عندي من 96 كمان يمكن 18 سنه، وكان قاموا واعتمد عليهم دكتور احمد عاشور في اكثر من 10 15 مباراه في 10 او 7 مباريات في الدوري. دي كانت بالنسبه لي يعني كانت انجاز بالنسبه لي. فوجئنا بعد كده لما جينا دوري الترقي رسول النهارده كان يبقى الدعم اللي موجود حواليا اكبر من ذلك، عشان حتى يديني النهارده القوه اللي تاهلني اللي انا نقدر نصعد من خلالها للدوري الممتاز. لكن فوجئت ان الدعم برضه يشكر عليه معالي المحافظ، هو الدعم طبعا كان بالنسبه لنا كان اول دعم ناخده من المحافظه من بعد الثوره، وده كان حوالي 100,000 جنيه، وسيادته صدق بمكافاه على كل مباراه 25,000 جنيه على كل مباراه فوز. يعني خدناها النهارده بجانب النهارده الموارد الموجوده في النادي، وقدرت النهارده ان نقدر نواجه دوري الترقي في حين ان كل الفرق المنافسه ليا كانت داخل معسكر مغلق 20 يوم، وكان عندهم استقرار طبعا غير السفر اللي جهات كان على الفريق، وكان متضح معايا في بعض المباريات معينه ان الولاد تحملوا وكانوا بيسافروا قبل المباراه بيوم. لكن في الماتشات الاخيره اللي هم الماتشين الاخرين قدرت النهارده ان نقدر النهارده نوفر للاولاد نديهم يومين قبل المباراه عشان النهارده يقدر النهارده يواجه الحمل اللي عليه، خصوصا المباريات كانت كل 3 ايام و4 ايام. طبعا كان مجهود عالي، طبعا ده ابطال مش هنقول لك اكتر من كده، الولاد اتحملوا واللي عملوه ما تعملش سواء من لعيبه كبيره ذو خبره او لعيبه النهارده في الدوري الممتاز.
اللعيبه النهارده كانت مميزه، كانت بتلعب مع لعيبه فرق بلد المحله كانت بتضم عدد كبير جدا من لعيبه الدوري الممتاز. الاولمبي كان جايب لعيبه متميزه من الدوري الممتاز. طنطا نفس الحكايه كان عندها لعيبه. فطبعا الولاد في السن في الاعمار دي وتلعب مع اللعيبه دي وتواجهها وتقدر تعمل نتائج كويسه، يكفي ان نادي دمنهور الفريق الذي لم يهزم في دوري الترقي، كسب 3 مباريات، اتعادل مباراتين بجداره، قدر ان هو يحط اسم المحافظه على وسام على صدري ووسام على صدر كل بحراوي. ده من خلاله انا بتوجه بالشكر من كل قلبي وكل ولادي لعيبه نادي دمنهور، للجهاز الفني ولاخويا بقيادته احمد عاشور والمجلس الاداره اللي هم وقفوا معايا وساندوا الفريق، ومجلس الاداره ده عملهم، واللي احنا شغالين دايما الفريق كله كمجلس اداره فريق واحد وليس فريق عمل فردي. وده النهارده نتيجه النهارده ان العمل يكون عمل جماعي ونابع من حب وباخلاص، الحمد لله ربنا بيكلله بالنجاح والفوز. طبعا دي كانت نبذه يعني تعتبر مختصره اكيد للي حصل كله قبل الوصول لدوره الترقي وبعد الوصول لدوره الترقي. خلينا نتكلم دلوقتي عن بعد الاجتياز ان شاء الله، ودلوقتي بقيتوا داخلين على الدوري الممتاز، ايه الدعم اللي بقى عندكم من المحافظه؟ طبعا يمكن وصول ضغط الدوري الممتاز النهارده، الدوري الممتاز يمكن اقل فرقه من الفرق اللي كانت موجوده معانا، يمكن كان صرفها من 5 ل 7 مليون 8 مليون ولم يصعد للدوري الممتاز. فطبعا تقدروا لي نسبه وتناسب النهارده، لابد النهارده ان الدوري الممتاز النهارده لابد اعبائه كبيره. طبعا ده مجموعه واحده 20 فريق، سفريات بعيده جدا، بتلعب مع لعيبه النهارده صفوه النهارده الكره المصريه، عشان تواجه الفرق كلها عندها الحافز، الفرق كلها بيبقى عندها تميز. انا مش انا كنادي النهارده كنادي دمنهور عشان ابدا النهارده اتميز واقدر النهارده اواجه الفرقه دي، لابد يكون انا عندي ثبات مالي، يكون عندي امكانيات مفتوحه. لابد النهارده المحافظ النهارده يحتضن نادي العاب دمنهور بكل قوه، يحتضن بكل قوه. كل كلمه بقولها ان نادي دمنهور النهارده هو الواجهه الرئيسيه للمحافظه، الواجهه الرئيسيه للمحافظه. ان نادي دمنهور النهارده ب 55,000 عضو تابع عامل وتابع، لا يستهان بيه. النهارده هم محافظه البحيره داخل نادي دمنهور، فما كانش النهارده المحافظه هتقف النهارده مع النادي واقفه بقلب من حديد. المشكله كلها مش في الصعود، المشكله النهارده في وجودك انت وفي الحفاظ على المستوى نفسه، وان انت تكون ممثل المحافظه في الدوري الممتاز. دي خلال يمكن اسلام يمكن تلاحظ خلال ال 42 ساعه او 72 ساعه اللي فاتوا كل المحطات كلها بتتكلم عن دمنهور، مفيش حد كان بيتكلم عن دمنهور، لدرجه ان حتى في موضوع النشرات او موضوع حتى في اي حاجه تجاهل تام لمحافظه دمنهور. فالنهارده دمنهور النهارده وجدت النهارده عن طريق الرياضه، ووجد عن طريق نادي دمنهور وعن طريق فريق الاول كره القدم. فلا بد النهارده نحط في الحسبان ان كره القدم النهارده تفتح مجالات النهارده لبعض الناس النهارده اللي عاملين في القطاع نفسه، سواء النهارده اللي حوالين النادي او النهارده لبعض المستثمرين النهارده، بعض النهارده الراغبين النهارده في الدعايه والاعلان. انا بناشد من خلالك ان نادي دمنهور النهارده بصعود الدوري الممتاز سلط الاضواء على محافظه البحيره، وسلط الاضواء بصفه خاصه على عدد مدينه دمنهور اللي هي محافظه البحيره. بالتالي رسوم محافظه البحيره النهارده يحتضنها بكل قوه، رسوم دعم النهارده بالشكل المناسب يتناسب مع كل الفرق، في حين ان المحافظين الاخرين في بعض المحافظات احنا في دوري الترقي كان جميع المحافظين اللي بتدعم ب 500,000 واللي بتدعم ب 700,000. ورقم واحد عندنا لابد النهارده المحافظ النهارده وسيله المواصلات، يعني اقل حاجه اتوبيس لنادي العاب دمنهور زي باقي الفرق كلها. احنا في دوري ممتاز، احنا مش ما بنهزرش في دوري ممتاز، تلعب مع كل الفرق، لابد يكون شكل المحافظه يبان بالشكل الجيد. الحاجه الثانيه لابد النهارده الدعم يكون مناسب عشان نقدر النهارده ندعم الفريق باربع 5 6 مراكز مع الاولاد اللي موجوده مع الجهاز الفني، نقدر من خلاله النهارده اللي انا النهارده انافس في الدوري الممتاز، اللي انا النهارده اكون النهارده بمستوى مشرف يشرف محافظه البحيره ويشرف محافظه البحيره. فبالتالي الثبات المالي والاستقرار وتوفير الامكانيات دي هتهيئ لنا النهارده ان شاء الله رب العالمين ان المحافظه موجوده. وانا من خلال حضرتك بناشد رجال الاعمال، بناشد النهارده محبين نادي دمنهور، بناشد النهارده القائمين والمسؤولين في نادي دمنهور ان يلتفوا كلهم حول نادي دمنهور، يلتفوا حول مجلس اداره نادي دمنهور، يكونوا خير داعم لنادي دمنهور. عرفنا ان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب كان فيه مداخله هاتفيه في احد البرامج اللي كان مستضيف حضرتك علشان في مقابله ان شاء الله هتكون قريبه. هل هتكون المقابله ديت ممكن تدور عن موضوع الاستاد الجديد ام لا؟
هو بالفعل يمكن معالي الوزير لفته كويسه جدا منه، وده العادي بتاعه، وهو راجل طبعا ملم بجميع الرياضيين، وراجل النهارده يمكن بسم الله ما شاء الله يعني وزير يتسم في كل الصفات الخاصه بالراجل الرياضي. الراجل النهارده اللي لامس النهارده الانديه، بدأ يحس بيهم من خلال النهارده احساسه وتقديم الدعم الخاص للانديه. بدأ النهارده حتى في المناسبات الرياضيه، فوجئت بتليفون جاي لي من وزاره الرياضه امبارح شخصيا، وكان حريص جدا الوزير ان هو يبارك لي ويهني نادي دمنهور بالصعود الدوري الممتاز. وكان في داخل المكالمه ان هو اكد على فرحته ان نادي شعبي ونادي جماهيري زي نادي دمنهور يكون داخل الاضواء، وده يمكن هو من ضمن سياسته انه بيدعم الانديه الجماهيريه الانديه الشعبيه. عرفانا منه ان الكره النهارده الكره بتخدم قطاع كبير جدا من الشعب او الجمهور او الاحتياج النهارده للتنفيذ الشعبي المطلوب اللي من الاساس من لعبه كره القدم. كان داخل المكالمه مع سيادته تطرقنا، كان في المقابله من قيمه شهر كنت شرفت ان انا اكون في مقابله مع سيادته هناك في الوزاره، وكان هو دعم نادي دمنهور 250,000، وكان هو وافق لنا على 850,000 جنيه لبناء 22 محل وعامل بوابه لسور النادي، و750,000 جنيه لتغطيه حمام السباحه. طبعا كل ده متاجل بقى، يعني احنا وصلنا 250 وباقي ال1,500,000 جنيه ان شاء الله. يمكن هو يمكن كلامه نسيت ان في الميزانيه 1/7 ان شاء الله هيوصل شيك النادي وهيبدا العمل بيه. وكان في داخل كلامه ان كان تطرق معايا هناك اثناء المقابله ان بيسالني على استاد دمنهور، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. لقيت الوزير مصمم انهاء استاد دمنهور ومشكله استاد دمنهور، وبالفعل لقيت الوزير لامم بكل موضوع، وكان مكلفني شخصيا اللي انا ابدا اشوف ايه المشاكل او ايه الطريقه النهارده اللي ممكن تحل اللغز بتاع كيفيه النهارده انهاء الاعمال داخل استاد دمنهور وبدء العمل بيه ونبدا يعيدوا للحياه مره اخرى. فدي طبعا دي يعني زودتني جامد وفرحتني جامد. لقيت الوزير مهتم وان هو حاسس بمعاناه الشعب البحراوي، ومدينه دمنهور اللي يكون فيها استاد بالشكل اللائق ده يستضيف كل الفرق اللي موجوده. فطبعا ده بالنسبه لي كانت لفته كويسه. فامبارح فوجئت اثناء المكالمه برضو ان بعد شهر انا قلت خلاص الموضوع انتهى وتناسى. فوجئت لقيت الوزير بيكلمني في نفس الموضوع، وبالفعل يمكن هو تركيزه الاهم وتركيزه الكبير على انهاء الاستاد، وان شاء الله في ميعاد ان شاء الله رب العالمين هيتاكد الميعاد يوم الثلاث اللي جاي. هنكون عنده عليه ومحضر معايا دوسيه كامل وملف كامل بالمشاكل اللي موجوده وكيفيه التغلب عليها، وان العمل النهارده ايه المتطلبات اللي هي ممكن النهارده ممكن تزيل العقبات وتأهلنا اللي احنا نبدا نشتغل العمل فيه. فدي بالنسبه لي يعني هتبقى طفره ان شاء الله للشعب البحراوي، وهيبقى خبر سار ان شاء الله لمحافظه البحيره ومدينه دمنهور بالتحديد ان وجود الاستاد بالشكل ده هيجيب كل الفرق الرياضيه، ممكن يجيبوا منتخب هنا. الكلام من ده هيهمنا على ده، على عكس الكلام طبعا اللي قال قبل كده ان ممكن النهارده الاستاد النهارده ممكن الجامعه تاخده او كلام من ده طبعا صعب جدا جدا جدا. ان ما حدش هيسمح بيه في محافظه البحيره. احنا كانديه، احنا كرؤساء انديه، احنا كاعضاء جمعيه عموميه، احنا كشعب بحراوي كله ان ده المتنفس الوحيد لمحافظه البحيره. وده يمكن اللي ركزنا عليه في الكلام كله، ان احنا ان شاء الله رب العالمين خلال اللقاء ان شاء الله برضه هنبلغك باللي هيحصل ان شاء الله رب العالمين، ومن خلالك ومن خلال الناس المخلصه اللي بتحب النادي وبتحب البلد هيكون ان شاا الله تسليط الاضواء على استاد دمنهور ان شاء الله رب العالمين. وربنا يسعنا ان شاء الله ان وش دمنهور شعب دوري ممتاز هتكون فتحه خير على انهاء الاستاد الخارجي لمحافظه البحيره ان شاء الله. حضرتك حاسس ان نادي دمنهور ان شاء الله هيكون ند قوي في الممتاز؟ والله بالشكل اللي انا شفته، يعني انا شايف نادي المحله والاولمبي اصلا كان دوري ممتاز طول عمرهم والفرق اللي موجوده، والدوري الممتاز ده الفروقات مش كبيره قوي بينها وبين الممتاز به، ان وثقتي في الولادي وثقتي في اللعيبه وفي الجهاز الفني الموجودين ثقتي عاليه جدا، وحاسس ان هم بيلعبوا كوره كويسه وهيبقوا بشكل كويس جدا جدا، وهيبقى منافس بشكل دمنهور هينافس بشكل كويس جدا جدا على مركز كويس جدا جدا داخل الدوري الممتاز ان شاء الله.
عرفنا ان حضرتك هتترشح لمجلس الشعب، ده صحيح؟ هو بالفعل انا اعلنت فعلا بالفعل ان انا ان شاء الله يعني نويت واستخرت ربنا وان شاء الله يعني تقدمت للترشيح واعلنت، وان شاء الله رب العالمين يعني يمكن الاحداث كلها مرتبطه ببعضيها. وانا كان الترشح بتاعي كان سابق الموضوع الصعود، يمكن قبليه يمكن ب3 اسابيع او اسبوعين انا كنت استخرت ربنا. كان بعض المحبين ليا وبعض الناس المؤيده ليا كان اتكلموا معايا وكان دفعوني ان انا اترشح وقعدنا معاهم، وبعدين جه ربنا كللها بقى الحمد لله. يعني بعد ما اعلنت ربنا اعلنها، يعني ربنا كللها بالصعود، ودي كانت بالنسبه لي يعني كانت بشرة خير. حضرتك هتترشح على، احنا عارفين انتخابات قريبه في شهر 3 القادم تقريبا للنادي، حضرتك برضه هتترشح للنادي؟ ان شاء الله طبعا. النادي ده بيتي الاساسي، ما اقدرش اسيبه. النادي ده بيتي الاساسي. انا رفضت قبل كده مناصب معينه ليا وحبا في النادي، اقتناعي الشخصي بالمكان ده، حاسس ان هو ده بيتي الرئيسي. حاسس النهارده ان وجودي داخل المكان ده يعني ارتباط اكثر من 16 سنه، بخلاف اللي انا طبعا كنت عضو فيه قبل ما اترشح لمجلس الاداره. فطبعا ان شاء الله رب العالمين كل حاجه فيه بالتنظيم. بالعكس يمكن انا ترشحي لمجلس الشعب ان شاء الله، واذا حصل نصيب ان شاء الله رب العالمين وانا كنت مثلا في الداخل وانا طبعا رئيس النادي حاليا واثناء التوليه، بالعكس هيبقى اضافه جامده جدا للنادي العقاري. انا طبعا مفيش حد بيتكلم باسم نادي دمنهور، بقى لنا اكتر من 16 سنه، محدش بيوصل صوتنا. دايما نادي دمنهور مظلوم، نادي دمنهور مظلوم بينه وبين الانديه الاخرى، ما حدش بيمثل نادي دمنهور داخل الوزاره ولا داخل المحافظه. حد بيتكلم عن مشاكل نادي دمنهور، اقل دعم بيوصل لنادي دمنهور، اقل انشاءات بتجيلنا من الوزاره لنادي دمنهور. فانا بالتالي يمكن متوسط خير، وان شاء الله اذا حصلت نصيب ان شاء الله هيبقى بشرة خير على النادي ده، وان شاء الله بكل طاقتي للنادي وكل مدينه دمنهور. ان انا اصلا ممكن انا اصلا من احياء شعبيه ومن داخل حي ابو عبد الله واتربيت هناك، فانا عارف المعاناه تماما وعارف كل مشاكل اهل دمنهور اللي على اساسها ان شاء الله رب العالمين ربنا يقدرني. وانا بطبيعتي بحب الناس والحمد لله عملنا كله عمل تطوعي بدون مقابل الحمد لله. فطبيعه اللي انا احب اخدم الناس ومن خلاله ان شاء الله يمكن نقدم حاجه للبلد اللي صاحبه فضل، وعلى النادي بتاعي اللي هو صاحب فضل علينا. كلمة أخيرة بقى حضرتك توجهها لأعضاء مجلس الإدارة، طبعا التيم وورك اللي عانى مع حضرتك في الموضوع ده كله، وتوجهها برضو لأعضاء النادي، أعضاء الجمعية العمومية. بقول لهم الحمد لله رب العالمين انتوا ناس محترمين كلكم، ناس اشتغلتوا معايا بضمير سليم، اشتغلتوا معايا بضمير مفتوح. الحمد لله كنا فريق واحد، كنا متجانسين جدا. قدر النهارده يكون العمل بتاعنا كان مبني على المحبه وعلى الصدق. عمل كان بتاعنا كان حواره واساسه النهارده انكار الذات وحب النادي، كل واحد فيهم كان بيحاول النهارده يبدع النهارده لخدمه المكان على حساب صحته وعلى حساب بيته وعلى حساب حبه في هذا المكان. وانا من هنا يمكن النوايا اذا صدقت فطبعا الانجاز هيكون مستمر. ومن هنا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا 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 جدا، ان طبعا يمكن مجلس الاداره يجيد الاعمال ويجيد العمل ولا يجيد الكلام. احنا طبعا تم التجاهل لنا اعلاميا في جميع المرحله اللي فاتت، وتم التسليط علينا اخيرا بعد الكوره، مع ان بخلاف ان كل الالعاب الاخرى وكل النشاط الرياضي والانشائي والكلام ده يشهد له الجميع بكفاءه، ويكفي ان انا عندي كل الالعاب كلها في دوري ممتاز كان باستثناء كره القدم. ودي بالنسبه لي يعني هي دي تعتبر النهارده المكافاه اللي ربنا عطاها لنا واللي عطاها لمجلس الاداره، نشتغلوا الضمير. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا واحمد عليه فضله، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه في اي مكان طلب مني، واي مكان ربنا اراد يكون انا موجود فيه او مجلس الاداره موجود فيه ان شاء الله اكون على مستوى المسؤوليه واكون عند حسن الجمعيه العموميه وحسن الجميع. وشكرا يا استاذ. شكرا جدا يا استاذ ايهاب، وان شاء الله يكون في بيننا لقاء بعد لقاء وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، نعرف كواليس كلها ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا يا استاذ ايهاب.